السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. الفيديو اللي أنت هتشوفه دلوقتي احتمال أنت شفته قبل كده، لأن في 3000 واحد شافوه في خلال ساعة وبعد كده الفيديو اتحذف. فحابب أوضح نقطة قبل ما أرفع الفيديو تاني. إن أنا اتكلمت عن إعلان بتاع دلال عبد العزيز، وكل الناس نزلت في الكومنتات وانتقدتني لأني بتكلم عن إعلان بيقدم خير وبيقدم أعمال خيرية للناس. اللي محدش يعرفه إن الإعلان لوحده بتاع دلال متكلف 600,000 جنيه. طبعا الكلام ده جايبه من على لسان موقع فيديو. بالعقل كده قبل ما تيجي تكتب كومنتات وتقول لي اللي انا كده بنتقد الاعمال الخيريه، او انا كده مثلا بنتقد التبرعات والناس تروح ما تتبرعش وكده، يا جماعه بالعقل لو انت قاعد شايف ان اعلان بتكلف 600,000 جنيه وهم بيقولوا في الفيديو ان تكلفه توصيل المياه 2000 جنيه، فلما تقول 600,000 جنيه على 2000 جنيه هيطلع لك 300 اسره. 300 اسره كانوا ممكن يعملوا لهم توصيله ميه من غير ما يعملوا اعلان، من غير ما يجوا يشحتوا مننا. طب انت ايه لازمه لما تيجي تتكلم عن اعلان وانت طبعا هحب اسيب لكم الفيديو، ويا ريت الناس تكون فهمت وجهه نظري، واحنا مش متكلفين ان احنا نتبرع بتوصيله المياه لان دي حاجه خاصه بالحكومه واحنا مالناش دعوه بيها. تمام؟ فاحنا مالناش دعوه، المفروض هي الحكومه اللي توصلها، مش احنا اللي نوصلها، مش احنا اللي نتبرع عشان توصل. ويا ريت قبل ما حد يجي يكتب لي كومنت بعد كده ويجي ينتقدني في حاجه يتاكد من الكلام اللي انا بقوله. انا صحيح ان انا بنتقد الحاجه بشكل ساخر لان هو ده هدف برنامجي، اللي انا انتقد بالحاجه بشكل ساخر، مش انا المفروض ان انا اشرح لكم ان الاعلام بيكلف كذا والدينا متكلفه كذا، بس انتوا اللي اضطريتوا ان انا اعمل لكم الحته دي قبل ما اسيب لكم الفيديو. ويا ريت الناس تكون فهمت وجهه نظري، وما تنساش تعمل لايك للفيديو، ويا ريت تعمل شير، واسيبكم مع الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم. معاكم محمود السيد. النهارده الحلقه السادسه من مش ممكن. ايوه الحلقه السادسه، وانت تايه وما بتتفرجش على حاجاتنا. اتفرجت على كام حلقه؟ 2. انت هات لي العصايه، هات العصايه. اقف اقف. ابدا يا عم الحلقه، ابدا الحلقه وسيبهولي. مش ممكن. مش ممكن. ده مش ممكن. مش ممكن. مش ممكن. هيصة ولما الاعلانات الشحاته في رمضان، وما ادراك الشحاته في رمضان. عندنا الشحاته في رمضان بتبقى شحاته معلبه. عارفين الشحاته المعلبه اللي هي ايه؟ لما تبقى ماشي في الشارع كده ما تلاقيش حد خالص في الشوارع، خلاص ما عادش في شحاتين، خلاص تقول الحمد لله. تفتح التلفزيونات اتبرع لصندوق الشباشب الدولي لاكفال شباشب العالم، اتبرع لكلثوم تحيا مصر، اتبلع. نعم، كنت أعاني كثيرا من ضياع شبشبي في الجامع. كنت أذهب إلى الجامع حتى أصلي التراويح والصلوات الجميلة. نعم، إنه شهر الطاعة والغفران، ولكن ضاع شبشبي. خلى حرامات حرامات حرام. ايوه، كل شبشب بتتبرع بيه مش بينقذ رجل واحد بس، لا ده بينقذ رجل عيلة كاملة. تبرعوا لصندوق تحيا شباشب مصر. ايوه دلوقتي ممكن. انا بقى جايب لكم افضل جزء اعلانات ل 2017 في رمضان، جزء اعلانات اخدوا اوسكار في الشحات. نمشي ترجع قبل ما نجيب المي. طعمها مدلع كده. ميه مدلعه يا بنت، مدلعه؟ ده ميه خرا، دي ميه مجاري، انت بتهزري؟ لا 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 لا، اكيد الفنانين والممثلين والرقاصين مش هيسكتوا على الموضوع ده خالص، واكيد هيتدخلوا. وريني المي. هي الازازه دي اللي بتمليها؟ ايوه هي دي الميه اللي بتشربها. شوفها بقى يا دلال كده وشوف الموضوع ده. هي الازازه دي اللي بتمليها؟ ايوه هي الازازه دي اللي بتمليها؟ ايوه اقسم بالله هي، وحياة ربنا يرحمنا بقى. ايوه هي دي الميه اللي بتشربها. ايوه هي دي، ودي اللي هاخدها معايا. ودي اللي بنملاها وبنركن منهم ونشرب منهم ونغسل منهم. بس هي دي. يلا الله يكون في عونك يا حبيبتي، معلش. ايه؟ معلش. ايه؟ معلش. برافو عليك، برافو بجد. يعني انا مش عارف اشكرك ازاي، ده انت معلشتها بجد. يعني انا بصيت على وشها كده حسيت لها معلشت كده وبقيت مبسوطه. قال لها معلش، مستنياكي بقالها يجي سنه ونص علشان تيجي تقول لها معلش يا بنتي بجد، يعني معلش. لا يعني كل واحد يا جماعه يشوف اي حد جنبه يقول له معلش ضروري، لان كلمه معلش دي حول ولا قوه الا بالله. ايه هادي يا مؤمن؟ شيء هيتحل يا رب يخليك، عشان احنا في ايام مفترجه. هي كل سنه وانت طيب. وانت طيبه يا حبيبتي. معلش يعني لو ما فيهاش زعل، يعني اظروفها كمان واحده معلش، عشان احس المعلش الاولى ديت يعني ايه ما كانتش جامده شويه. اظروفها كمان واحده كده معلش. معلش.
يعني المفروض بجد يعني الصندوق ده يسموه صندوق معلش المعلشة الجميع. اتبرع لصندوق معلش عشان نتمعلش، ارجوك تبرع عليه على الارقام التالية 00000000. اتبرع لمعلش عشان كوكب المعلشة يا ولد المعلشيات المعلشويات. ما تأجلش زكاتك في بيت الزكاة، لأن زكاتك بركة حياتك. مش ممكن يبقى. شكرا. ما هذا مش هي دي البنت بتاعت السنه اللي فاتت اللي كانت بتعمل اعلانات شحاته برضه، بس كان باسلوب يعني يخليك تعيط وكده. معاك الفيديو اعرضه. هو المطلوب دلوقتي من الاطفال اللي قاعدين ان هم يرسموا قلب، كل واحد يرسم قلب كده عادي جدا خالص، والانسانه دي بتشد خط كده. ايه ده مش قلب خالص، ده انت كده بترسموا مثلث متوازي الاضلاع. لا بتهزري يعني، انت عايزانا نصدق اللي انت كنت بترسمي الرسمه دي بعد الخط الطويل وبتشد بالمسطره كده وبتطلعي لفوق وبتنزلي تحت؟ يعني اكيد بقى المخرج بعد ما خلص تصوير ايه العك يا بنتي اللي انت بتعملي ده يا بنتي؟ انت عكاكه يا بنتي. انا بقول لك عايز ارسم كده بس يعني كده. هات يا ابني الرسمه اللي انت رسمتها، خد. المفروض تاخدها كده بقى وتبصي كده ونحط موسيقى حزينه وتعيطي، الناس تدفع فلوس، وهو ده قمه الاعجاز العلمي. بس انا خلاص بجد يا جماعه انا هتبرع يا جماعه، عشان انا حسيت ان في دمعه هنا عايزه تنزل، فحسيت اشعر ان انا كده عايز ابقى انسان كويس بقى واتبرع وادفع فلوس والناس تتعالج. خلاص فلوس ياما عشان اتبرع، ياما عايز 400,000 جنيه. What happened? صفية، ايه ده يا صفية؟ And his name is John C. ايه ده؟ هو انت المفروض بتعملي في مسلسل كفر دلابع؟ انت المفروض دلوقتي عندك عمليات، عندك اشاعه، يعني تدوري على قلبك ماله تعبان ليه؟ عندك اعلانات شحاتي. انت المفروض اللي زيك ما يطلعش في مسلسلات رعب، يطلع في مسلسل مثلا الشحات وانا، مسلسل كيف تصبح شحات في يومين، كيف تتعامل مع الشحاتين، مسلسلات زي دي. لا وايه طالعه في مسلسل رعب، يعني ايه المفروض الحاجه اللي ما تعملهاش هي اللي بتعمل. يبقى انت كده ما عندكيش القلب، او كان عندك القلب مثلا واتعالجتي، بس بقى طالعه بقى تفشي غليلك بالناس. يعني ايه ما رضوش تتبرعوا؟ والله لا اعرفكم كلكم يا مصريين، انا هعمل مسلسل رعب واخوفكم كلكم واجيب لكم بالقلب. سيبك خالص من حوار الشحاته او من حوار مثلا اللي هي بتعمل مسلسلات وكده، لا براحتك خالص. المشكله دلوقتي اللي انا دخلت على اعلان مؤسسه مجدي يعقوب للقلب، ودخلت اقرا الكومنتات اشوف الناس هتعمل ايه. متوقع بقى الناس تقول ايه؟ هنتبرع، وانا اتبرعت ب 200,000 جنيه، وانا اتبرعت ب 30 جنيه. لا كنت بقى حاسس بقى الناس هتعمل حاجه مفيده، بس لقيت التعليقات حاجه غريبه بسم الله ما شاء الله. يعني يا جماعة اللي معاه الميوزك ما يبخلش علينا بيها. ممكن اعرف اسم الميوزك الموجودة في الاعلان؟ انا عايزاها برضو جدا برضو. انا كمان عجبتني كتير، ممكن تعطوني اسمها ارجوكم ارجوكم. انا متأكد 100% لو الدكتور مجدي يعقوب قرا الكومنتات ديت، انا حاسس ان هو يقفل المستشفى خالص ويفتح محل اغاني وموسيقى عشانكم. يعني بعد ما يقرا الكومنتات دي المفروض يفتح محل موسيقى على محل، انا مش عارف يقلب يعني النشاط بتاعه من مستشفى. انتوا عايشين فين؟ الله يخرب بيتك. بس كده يكون انتهى الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو، ولو انت مش مشترك في القناه او اول مره تشوفني ما تنساش تضغط على اشتراك في القناه علشان يوصلك كل جديد. ولو انتم مشتركين بقى في القناه في زر كده المفروض هو عامل كده يعني مش متفعل، خلوه كده، خليه عليه الدايرتين دول علشان يبقى متفعل ويوصلك جرس ان انا رفعت فيديو. كان معاكم محمود السيد من قناه محمود حدا تي في. سلام. Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her, but she messed with the temperature. Heart wrote the song, but I am the messenger. Light up the candles, tune up this channel. It's the ride of your life, girl. My room is Orlando.
Lucy the man though. How much can you handle?